بقدرة قادر أقنع العروستين إنه يتجوزهم في ليلة واحدة، في فرح واحد، ميك اب واحد، عند ست واحدة. معانا النهاردة حكاية عروستين فوجئوا ليلة زفافهم إن عريسهم شخص واحد، وده اللي قالته الميك اب ارتست بتاعهم. وللقصة تفاصيل كتير هحكيها لكم في الفيديو ده. تعالوا نعرف حقيقة فيديو العروستين وإزاي العريس أقنعهم يرتبط بيهم في فرح واحد. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حركة ما يعملهاش إلا واحد لعيب وداير قوي. العريس اتجوز عروستين في ليلة واحدة في فرح واحد، والأكتر من كده كمان إنه وداهم عند نفس الميك اب ارتست. إيه حكاية فيديو العروستين اللي ارتبطوا بشخص واحد ده؟ من كام يوم كده فوجئ الجمهور على الفيسبوك بفيديو الميك اب ارتست بتقول إنها شافت واقعة ولا في الخيال. بتقول إنها بالصدفة عرفت إنها عندها عروستين بتجهزهم لفرحهم، والعروستين دول طلعوا لنفس الشخص. يعني الاتنين بالبلدي كده يبقوا ضراير لبعض. من الصدمة والمفاجأة قعدوا على الأرض ومش مصدقين اللي بيحصل معاهم، ومش مصدقين إن عريسهم شخص واحد وهيرتبط بيهم في ليلة واحدة، ومن قلبه الجامد موديهم عند نفس الميك اب ارتست. العروستين من بعد ما عرفوا الورطة اللي هم فيها فضلوا يضحكوا ويكهكهوا من كتر الضحك، مش مصدقين اللي بيحصل فيهم نهائي. ومن وقتها والفيديو بتاعهم اللي صورته الميك اب ارتست بقى ترند خلاص على الفيسبوك. الكل بيحاول يعرف ايه قصة العروستين دول وبيضحكوا ليه. ده المفروض انهم يبقوا زعلانين ومفيش حاجة تضحك في الموضوع. بعض الناس شكت في فيديو العروستين وكلام الميك اب ارتست عنهم، قالوا ما يمكن الميك اب ارتست تكون بتأفور في الكلام والحكاية عشان تاخد الترند يعني وتزود من شهرتها، بس الكلام مش حقيقي. مع انها ما شاء الله واضح انها شغالة والدنيا ماشية معاها زي الفل، وفي بنات كتير بتروح لها والميك اب بتاعها حلو على الاخر. وفي اللي علق على الفيديو بتاعها وقال ان اكيد الفيديو والواقعة دي حوار، واكيد مش صح لان عمر ما في بنت تقبل ان تكون في موقف زي ده. اكيد العروستين دول مش مرتبطين بنفس الشخص، ولا في راجل اصلا يقدر يعمل العملة دي. زمان كنا نقدر نقول ان ده ممكن يحصل، اما دلوقتي الوضع اختلف والبنات بقت واخدة حقها تالت ومتلت، واستحالة في واحدة تقبل بالوضع ده. تاني حاجة شككت الناس في حكاية العروستين هم العروستين نفسهم. لما فضلوا يضحكوا قوي كده باين عليهم انهم مبسوطين مش زعلانين خالص، وده حقهم طبعا، دي فرحتهم برضو. المهم دلوقتي ان احنا عرضنا لكم الفيديو بتاع العروستين وعرفناكم حكايتهم. يا ريت لو حد فيكم يعرفهم او يعرف حكايتهم فياريت يكتب لنا في التعليقات. وهل فعلا العروستين دول هيرتبطوا بنفس الشخص ولا لا؟